إقحام أنك من آل البيت وأنك من آل النبوة وأنه نسلك يعود للنبي صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا أعتبر قول محمد السادس هذا إذا يجي يقول أنا النبي جدي وأنا أمير المؤمنين، والله أن هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تقل عن إساءة مكرون الفرنسي، لأنك تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم، تسيء به. يعني إذا تريد أن تقول أنك إحنا لا، أنا هنا لا أعبث بالأنساب ولا يعني أناقش الأنساب، يعني ما أدري هو من آل البيت صدق ولا من آل البيت كذب ولا من آل الحوش ولا ما هي قضيتي. أنا هنا في مسألة أن أؤكد للجميع أن هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، فما فيش داعي حتى لو أنت من آل النبي فعلا انطم واسكت يا أخي من السنة، انطم واسكت يا أخي، لأنك الآن وفي هذا الظرف بالذات وأنت منبطح للكيان الصهيوني ولليهود تجي تقول أنا نبي جدي وأنا من آل البيت وأنا نطفة نقية وأنا درجة مرتفعة. أنت تسيء للنبي صلى الله عليه وسلم إساءة بالغة تفوق حتى إساءة الفرنسيين له بالرسوم المسيئة. فلا تستفز المسلمين، يكفي استفزيت وقهرت المغاربة قهرا. والله أن محمد السادس قهر المغاربة الأحرار الشرفاء قهر كأنه غرز خنجر في قلوبهم. وانت يا محمد السادس وغيرك من الظلمة والمستبدين والفاجرين والمنبطحين والمطبعين الذين تدعون أن يا أخي انتم إذا كان سنضعكم في خانة النبي فأنتم من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم، فخلوا النبي صلى الله عليه وسلم على جنب رجاء يا محمد السادس، يرحم أمك ويرحم أبوك، خلي النبي صلى الله عليه وسلم على جنب ولا تسيء للنبي كما أساء الفرنسيون، لأن هذه إساءة أكررها للمرة الرابعة أو للمرة الخامسة أن هذه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم. أن يقول محمد السادس أنا من نسل النبي إساءة، لأنه لا يشرف النسب أو النسب النبوي وبيت النبوة أن تكون هذه الأشكال المنبطحة والمطبعة والخائنة للأمة من نسلهم أبدا على الإطلاق.